يا صباح الهنا، يا صباح الحب والسعادة والسرور حبايب قلبي، وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. عاملين ايه؟ طبعا احنا معانا النهاردة تجربة جديدة. يا ريت لو احنا نشوفها ونجربها وهنقول بقى رأينا كده. بصراحة انا شفتها على النت وقلت لازم اجربها مع اصحابي. تمام. فاهم حاجة ان احنا كده نشوفها ونقول رأينا بصراحة، وبعد كده ايه اللي يشوفها يبقى يقول لايك او ديسلايك، بس مش ليا، مش الفيديو بتاعي للوصفة. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بينا نشوف. انا شفت عبارة عن ذرة اللي هو بتاع المحمصات، اللي او التسالي. تمام. بيتباع اللي هو بيتباع يعني في المقالي والمحمصات والحاجات اللي زي كده. فاحنا قلنا نجربه. اولا هو بيجي اولا بأطعم وبالجبنه وبتاع، ماشي. انا الوصفه اللي شفتها بالبابريكا وبتاع، وبلاش حاجات صناعي، ماشي نجرب. فجبنا البابريكا والكركم وبدأنا نشتغل، وتعالوا نشوف احنا عملنا ايه. ويلا وكملوا الفيديو للآخر وحطوا لي لايك. باي مؤقتا. دلوقتي يا حبايب قلبي ده منظر المية بتاعتنا. غلينا المية ومعانا هنا ذرة، احنا نص كوباية نقعينها في المية يوم كامل، 24 ساعة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنحطوها على النار. هتقعد على النار تقريبا، قعدت معايا ساعة لحد ما استوت على نار عالية مش واطية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انتوا تبقوا حاطين مية كافية. ودلوقتي يا حبايب قلبي، طبعا بعد ما سلقنا الذره بتاعنا، وزي ما قلت لكم ان احنا كنا حاطينه يوم كامل في الميه. خلاص. بصوا يا جماعه، ادي منظر الذره اهو استوى. زي ما انتم شايفين كده، تمسكوه كده وتدقوه. هو بيبقى ايه، زي برضه بيبقى جامد شويه يعني، مش السوا اللي هو بيبقى طري خالص، لا هو بيبقى ايه يعني استوى، بس بيبقى فيه نسبه ايه، جمدان شويه. طيب هنعمل ايه بقى في الخلطه بتاعتنا؟ نركن بقى الذره بتاعنا ده على جنب. معايا هنا نص كوبايه دقيق. تمام. دي الوصفه اللي انا شفناها ايه على النت. معايا باكو نشا. طبعا مش هاخد باكو كله، لا لا. بصوا بقى، هناخده معلقه ايه، نشا كده. شايفين اهو، هنحطوها على ايه، على الدقيق. دي الوصفه اللي شفناها. تمام. ناخده بقى حبه كركم كده، نص معلقه كركم، نص معلقه شاي يعني، مش نص معلقه ايه كتير. ادي نص معلقه اهي. تمام. نحط بقى شويه ملح. دي ضيقه. اهو معايا نص معلقه ملح، نص معلقه شاي كده، باينه اهو معاكي. اهو. دي كل كده ايه الحاجات بتاعتنا. ونحط نص معلقه ايه، نص معلقه شاي برضو بابريكا. طبعا الحاجات دي يا جماعه اختياري يعني. حطي حبه كمان. والله هو مش هزعلك، اللي عايز يحط شطه. الوصفه كان فيها شطه، بس طبعا احنا ايه، ما بنحبوش حاجه حاميه. قلب كده اهو. عايزه بس ازود شعره بابريكا تانية وشعره كركم. حطي حبه كمان، ده انت بخيله. ها كده ها. ونزود برضو حبه كركم لحد ايه ما الخلطه بتاعتنا يبقى لونها حلو كده اهو. تمام. طبعا يا جماعه احنا في ميه السليق بتاعت الذره احنا ما حطيناش ملح. تمام. خلاص نحط بقى كده. ليه بقى يا جماعه ما حطيناش ملح؟ لان الملح يا جماعه بيوقف نمو الحاجه. تمام. قولوا والله ينور يا يو. ايه ده، استنوا في اتنين اهم، شفتهم. تمام. هنقلب بقى كده. بصوا بمعنى اصح ايه، زي ما اولاد البلد بيقولوا كده، هنعفرها بالدقيق والخلطه. تمام. بمعنى اصح هنغلفها بالدقيق والخلطه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. ادي الخلطه بتاعتي زي ما هم عملوها بالظبط. هروح بقى ايه، بمصفى. تمام. عشان هبهدل الدنيا طبعا.
فهنحط بقى المصفى، وبعد كده ايه نقوم نخلينه بحيث ان هو ينزل كل البتاع ده، ويفضل ايه الحبوب بس، ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. ودلوقتي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، ده منظر الزيت بتاعنا. وبعد بقى ما نفضنا الذره بتاعنا بقى من النشا والدقيق والبهارات اللي احنا حطيناها، تمام. نسخنا الزيت كويس قوي، وبعد كده نزلنا بايه، بجزء منه. ماما بقى ايه اتوسط بالجزء شويه تمام. طبعا هنستناه بقى لحد ما يستوي. المفروض ان هم قالوا ايه، غطوا الحاجه اللي انتوا بتعملوا فيها عشان هيفرقع، وعشان مش عارفه ايه، ولا فرقع ولا الهوا. يعني احنا فضلنا واقفين حبه، ما فرقعش ولا عمل اي اندهاش. يعني بصراحه كنت مستنيه الاندهاش، ما لقيتش. فاهمني؟ او لسه لغايه دلوقتي احنا مغطيين مستنيين الاندهاش، بس للاسف ما جاش. استخسروا فينا. قلت ماما شيلي بقى الغطا ده مش باين. تمام. فضلنا برضو نقلب كده زي ما انتم شايفين. اولا هو اول حاجه عملها بوظ الزيت جدا، لانه طبعا احمر، والنشا والحاجات دي كلها حرقت الزيت. فدي كانت اول حاجه سيئه حصلت. تمام. يعني انت بس تجيبي حاجه نظيفه وتجيبي حاجه كويسه من الراجل وكده، دي انت كده بالمنظر ده هتصرفي حقها 10 مرات، لان الزيت غالي يا جماعه، الزيت غالي. كمان انا بتهيالي يعني الله اعلم يعني ان المقرمشات الذره اللي بتتباع في المحامص والمقالي وكده ما بتتقلاش، ما بتبقاش مزيته. بتهيالي ان هي بتتحمص كمحمصات، يعني محمصات. فاهميني؟ المهم ان انتوا فاهميني، حاجات متحمصه يعني. لكن دي كلها زيت، فدي طبعا كلها كده ايه خطورة برضو على الصحة وحاجات زي كده. شايفين ماما كانت بتاخد واحدين كده تشوفهم. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، احنا فضلنا سايبينه على النار على اساس ان هو يستوي او يقرمش او كده. مش مستعجلين، احنا مش مستعجلين. بس برضه احنا ايه يعني بنبص عليه من فترة للتانية، مثلا بدل ما يحروق مثلا، عايزين نطمن شكله عامل ازاي. ويا ريتنا ما اطمنا لو كنت اعرف كده كنت ولعت فيه. انا عايزه اوري يعني ايه، ماما كل شويه بصراحه بتقلبه كده بتوريهولكم، عايز توريكم منظره عامل ازاي على المراحل، يعني على مدى المراحل اللي احنا كنا بنسويه فيها. تمام. هو ما فرقعش خالص زي ما الست وريتهولنا يعني. تقريبا هي كانت كدبة ابريل، الله يسامحها. انا مش فاهمه بصراحه ايه الميزه ان هما يطلعوا وصفات وترندات ويقولوا لك دي الحقيقه ودي مش عارفه ايه، وهي لا تمت اصلا للحقيقه بصله. بس في امثالنا بقى احنا اللي هنكشف بقى الحقيقه، وهنقول للعالم ان الوصفه دي فاكسه وحشه وخساره فيها الفلوس. انا وانتوا والزمن طويل يا بتوع الترندات، انا وانتوا والزمن طويل زي موضوع الفاكهه برضو اللي بيحطوه في المصيف ده في الايس بوكس. عايزه اقول لهم ايه القرف ده، ويحطوا ايديهم في قلب البتاع ويقعدوا يشربوا مطرح بعض، وينزلوا الكوبايات تاني وايديهم جوه العصير. حاجه مقززه، حاجه بيقولك ترند ايه المقرف ده، ترند ايه؟ طب هات اي حاجه مغرفه كبشه اي حاجه اغرف بيها، لكن مش بايدك كده وصوابعك تنزل في قلب العصير يعني واحنا نشرب حضرتك. احنا بدأنا نطلعوه اهو. اظن ان هو احمر بما فيه الكفايه، كفايه عليه كده، كفايه الحر اللي احنا كنا واقفين. ودلوقتي يا حبايب قلبي زي ما شفنا مع بعض، طبعا احنا حمصناه بقى وسبناه كده يبرد سيكه كده عشان ايه نعرف ندوقه. يعني بص هو طالع ايه كده، سامعينه؟ مش تحس ان يعني قرمشه مكتومه كده؟ طب ماشي نشوف ده منظره باين يا ماما. يلا. ماشي. اولا مبدئيا بتاع الراجل بيبقى اكبر من كده كحجم، تمام. يعني اضرب في ده في 2 او في 3. طيب ندوق.
مجلد تجليدة ما يعلم بها الا ربنا. مجلد، حاجة مجلدة مفيهاش طعم خالص. الذرة اللي بيتباع في المحامص خالص او المقالي، لا سيء جدا. لا 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 لا. ده -5. لا سيء جدا يا جماعة، سيء جدا. يا جماعة مش اي وصفة يا جماعة تجيبوها من على النت تسمعوا الكلام وتعملوها. انا بجربها لكم عشان اقول لكم هي حلوة ولا وحشة. الطريقة اللي انا شفتها دي يعني 0 دي شوية عليها، شوية عليها بجد. تمام. يلا عموما هي تجربة، واحنا حبيت برضو اجربها لكم واوريها لكم. يلا شوفوا وشكم بخير، وما تنسوش في اللايك والكومنت والاشتراك.